السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عجبك الفيديو ما تبخلناش بجيم أبوني. للأسف المنتخب الجزائري يخرج من دور ربع النهائي في كأس إفريقيا بفضيحة كروية وتحكيمية ضد منتخب نيجيريا بنتيجة 2-0. قبل ما نهضروا على التحكيم والحكم اللي ظلمنا، نقولوا حنا ثاني ما قدمناش مباراة مليحة صراحة. وبيتكوفيتش دخل بخطة سيئة وغير مفهومة، وكاين بعض اللاعبين اللي دخلوا بيتكوفيتش في هذه المباراة بكل احتراماتي لهم لا يستحقون المكانة الأساسية في المنتخب الوطني، مثل محمد أمين عمورة ورياض محرز وعيسى ماندي ورامي الزرقوي اللي كان يخلي مساحات كبيرة في وسط الميدان. واللاعبين النيجيريين كي تخلي لهم مساحات في وسط الميدان ما يرحموكش من الاخر. هادو ماشي غير الاستوائية ولا بوركينا فاسو ولا السودان، ولا هادو راهم نيجيريا. وايضا عيسى ماندي دار غلطة من يسجلون الهدف الثاني، تسحب برجله على الكرة بدون فائدة، واوسيمان راوغو بكل سهولة صراحة. ايضا عمورة اللي كان ناقص بدنيا، وين شفنا الظاهرة تاع نيجيريا دار عمورة في جيبو صراحة. عمورة ما كانش قادر يجري خلاص. يا بيتكوفيتش اللاعب اللي تشوفه مش قدم في المستوى الجيد ما تستدعيش المنتخب الوطني. مثل رياض محرز خلاص وقته مع المنتخب الوطني. صح قدم لك مباراة مليحة ضد السودان، بصح السودان منتخب ضعيف، ما تقدرش تحكم على المستوى تاع اللاعب مع المنتخبات الصغيرة. شوفوا مع المنتخبات الكبيرة واش راح يقدم لك. ومحرز بان مستواه باللي كي يلعب ضد المنتخبات الكبيرة ما يقدم والو. محرز كبر خلاص، مش محرز تاع 2019 ولا 2020. محرز نقص بدنيا. كي عينك تدخل محرز دخلو يلعب في الدقيقة 80، بصح باه دخلو في الشوط الأول هذا قرار غير منطقي صراحة، وهذا هبالة. ومازلنا نعاودو في الأخطاء اللي صرات لنا في الكان تاع 2024 وفي الكان تاع 2022. ما تعلمناش من الأخطاء تاعنا صراحة. وزيد نقول لكم ثاني، بيتكوفيتش دار خطأ كبير كي ما دخلش بونجاح وعبد اللي من الشوط الأول. وقلتها في الفيديو اللي فات باللي بونجاح لازم تدخله من الشوط الأول، لأنه بونجاح هو اللي يعرف كيفاه يدير الضغط على لا ديفونس وكيفاه يفتح اللعب. شفتو كي دخلوا في الميطو الزوج كيفاه شفنا بلي ولينا نهاجمو شوية، ولينا نشكلو خطورة على نيجيريا. والسبب الثاني اللي خلانا نخسروا في هذه المباراة هو بيتكوفيتش دخل بزوج مدافعين وما دخلش بثلاث مدافعين. هذا أكبر خطأ دارو بيتكوفيتش. أنا كنت نفضل أن ندخلوا بثلاث مدافعين، سمير شرقي وزين الدين بالعيد ورامي بن سبعيني. كنت دخلنا بهذو ثلاث مدافعين ما كناش قادرين نخسروا في هذه المباراة. وشفنا ثاني في الشوط الأول دخلنا ندافعوا ودخلنا خايفين من منتخب نيجيريا. باه تدخل تدافع كثير وما تهاجمش عندك نسبة كبيرة باه تخسر في المباراة. وشفنا اللاعبين بني كانوا ناقصين في هذه المباراة صراحة، ما عدا زوج لاعبين ولا ثلاثة اللي قدموا مستوى جيد. وين شفنا يعني لاعبين تمريرات قصيرة بين بعضهم يراطيوها، تمريرات قصيرة وسهلة يراطيوها. انا ما كنتش حاب نخرجوا صراحة من الدور ربع النهائي، كنت حاب نخرجوا على الاقل من الدور نصف النهائي. شغل الدور نصف النهائي كي تخرج من الدور نصف النهائي راك مليح. يزدي معليهش دي نقولوا خرجنا من الدور ربع النهائي. انا كون قدمنا مستوى جيد ومقنع وخرجنا من الدور ربع النهائي والله ما تغيرني، بصح ما تقدمش مستوى جيد وزيد تخرج من الدور ربع النهائي صراحة كارثة صراحة. والحكم ثاني بلا ما نهضروا يعني الغش عيني عينك، جا متحلف فينا من الاخر. ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس، باينة بلي الجوار قاسها بيدو ما مدهناش. يعني يكون تجيب واحد جامي شاف كرة القدم يقول لك هذه بلي ركلة جزاء، شغل واضحة شغل باينة بلي بيلانتي قاسها بيدو. واللاعب يشبعهم بطاقة صفراء، تحتج عليه يمدلك بطاقة صفراء. يعني حكم حيال وحكم عنصري ورخيص من الاخر. انا ما نقول لكمش بلي الحكم هو اللي خسرنا في هذه المباراة، صح احنا ما لعبناش مليح وكذا، بصح الحكم عنده نسبة تاع 15% في الخسارة تاع الجزائر. يعني يكون عطانا هذيك ركلة الجزاء اللي كانت صحيحة ونسجلوها كانت راح تغير المباراة، وممكن كنا راح نشوفو سيناريو اخر. خاطركش كي تماركي بيت، كي تماركي الهدف الاول سي بون الجوار راح يروح لهم الضغط يوليو يلعبوا بكل اريحية. وممكن يكون ماركينا بيت، ممكن كنا حتى راح نربحو نيجيريا، ولكن للاسف
ومنتخب نيجيريا لعبوا خير منا من الاخر وما خلاوناش نتنفسوا طول وداروا علينا ضغط كبير. وبان المستوى تاعنا كي نلعبوا ضد المنتخبات الكبيرة باللي ما نديروا والو. انا له كنت نفضل قبل كاس افريقيا نلعبوا مباريات ودية ضد منتخبات كبيرة مثل البرازيل ولا الالمان ولا الاسبان ولا حتى الارجنتين، لانه كي تلعب ضد هذو المنتخبات الكبيرة لاش تو تخسر راح تشوف الاخطاء تاعك وراهم وراح تتعلم دروس كبيرة. واش راح نقول لكم، نتمنى كل الحظ والتوفيق للمنتخب الوطني في كأس العالم، ونتمنى أن نكونوا دينا درس من هذه المباراة وما نزيدش نعاودوا الغلطات تاوعنا، والغلطات هذو تاوعنا راهم في المنتخب نصححوهم في أقرب وقت. ونتمنى أنه بيتكوفيتش في كأس العالم القادمة يستدعي اللاعبين المناسبين. نتمنى أنه بيتكوفيتش في كأس العالم القادمة يستدعي اللاعبين المناسبين. تشوف جوار مش يقدم في المستوى الجيد ما تستدعيهش مهما كان اسمه، يا لو كان رياض محرز. نتمنى أنه إن شاء الله نديروا حاجة إن شاء الله في كأس العالم. والآن راح نعطي لكم التقييم تاع اللاعبين في هذه المباراة. لوكا زيدان كان عنده تقييم 6.2، عيسى ماندي تقييمه 6.4، رامي بن سبعيني 6.1، بلغالي 6.5، ريان ايت نوري تقييمه 6.0، رامي الزروقي 6.4، هشام بوداوي تقييم تاعو 6.4، إبراهيم مازا 6.8 هو الأعلى تقييم في هذه المباراة، رياض محرز 6.7، فارس شايبي 6.6، ومحمد الأمين عمورة 5.6. هنا الاستحواذ، نيجيريا كانت أكثر منا، كانوا عندهم 57% وحنا كانوا عندنا 43% استحواذ على الكرة. والتسديدات تسددنا 3 خطرات ونيجيريا 13 خطرة على المرمى، تعرف بلي كانوا مشكلين علينا خطورة كبيرة. تسديدات على المرمى، نيجيريا كانت عندها 5 تسديدات وحنايا 0 تسديدة على المرمى.